السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم الصحة. النهاردة بقى انا عملت الفرخة دي كده خطوة واحدة بتتبيلة سهلة وبسيطة. مع الخضار، عملتها مع الخضار في الكيس الحراري. يلا نشوف الطريقة بتاعتها. بسم الله. انا معايا اولا فرخة بالحجم اللي انت عايزاه، يعني لو عايزة فرخة كمان اكبر من كده برضو هتمشي معاكي، بس الكيس الحقيقة انا حاطة يعني خضار معاها، فانا واخدة الكيس اللي هو المقاس الكبير شوية عشان ياخد الفرخة والخضار. لكن لو الفرخة لوحديها هتعملي الكيس اللي هو المقاس العادي. هنا طبعا انا الفرخة بعد ما غسلتها كويس وكنت نقعاها في مية وملح وليمون عشان الزفارة زي ما احنا عارفين. خدتها غسلتها تاني وبدأت عملت فيها التشريحات دي، فتحت كده فيها عشان الحشو بتاع التتبيلة يدخل في كل حتة من الفرخ. هنا بقى هبدأ التتبيلة بتاعتي سهلة وسريعة وبسيطة جدا. معايا انا هنا بصلتين، ومعايا كمان 2 حبة طماطم، ومعايا 2 من الفلفل الرومي، وكمان معايا عود نعناع. ده انا حطاه كده من عندي، بس الحقيقة كان جميل جدا، اداها ريحه حلوه قوي. وكمان واخده معاه 3 فصوص توم نزلتها في الخلاط. وهبدا انزل بقى التوابل بتاعتي. معايا ملح، ومعايا كمان نص معلقه صغيره سكر، وكمان معايا نص معلقه بابريكا وكمون، وشويه شطه قليلين حسب الطلب، وكمان شويه فلفل اسمر. هضيف عليها بقى نص كوبايه من الميه. هنا بقى بعد التتبيله ما عملتها في الخلاط كده وضربتها ونعمتها كويس، نزلتها على الفرخه وبدات ادخل التتبيله في كل جزء من اجزاء الفرخه، وهسيبها في التتبيله لمده ساعه واحده على ما يعني سبتها على ما جهزت الخضار بتاعي. الخضار اللي انا هحطه مع الفرخه هنا بطاطس مقطعاها زي ما انتم شايفين كده حلقات، وجزر حلقات، وكمان البصل بحب اكتر البصل شويه مقطعاه جوانح، ومعايا كمان طماطم مقطعاها مكعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نزلت الخضار كله طبعا مع بعضه. الحقيقه الخضار كمان بيدي الفرخه طعم جميل جدا وريحه حلوه قوي. وبالمره كمان بدل ما تعمليه بقى في حله تاني ولا حاجه، هو بيتحط مع الفرخه بيبقى في كيس واحد، بيوفر عليكي طبعا مجهود وغسل مواعين وكركبه. هنا كمان بعد ما نزلت بقى الخضار كده هقلبه على بعضه بشوية ملح. ضفت له كده شوية ملح، وكمان هضيف له شوية كمون. كمون بيدي الخضار ريحة حلوة قوي. وبعد كده طبعا بدأت اقلب الخضار مع بعضه، نزلته في الكيس الحراري وقلبته كويس قوي. بعد كده نزلت الفرخة عليه ومعاها شوية من التتبيلة، لان كده كده الفرخة معاها سوائل لسه تنزل السوائل اللي فيها، وربطت الكيس بالشريط اللي موجود معاه، ودخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة، يعني ممكن 220. طلعتها بعد ساعة او ساعة الا ربع بالكتير، وبقت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ومستوية جدا. وكمان التتبيلة داخلة في كل جزء من اجزاء الفرخة، وكانت ما شاء الله جميلة جدا. نظرا بقى لان انا معايا الخضار مستوي، وكمان معايا الفرخة مستوية جدا، فانا ما خليتهاش في الكيس زيادة عن كده. طلعتها بقى في صينية ودخلتها الفرن لمدة 10 دقايق. خدت معايا الوش ده وطلعتها زي ما انتم شايفين كده، شكل جميل وتسوية ممتازة. الخضار مستوي جدا، ما بتاخدش وقت خالص في الكيس الحراري، لان الكيس بتبقى مكمورة في الكيس، فما بتاخدش وقت. وممكن كمان الصوص اللي هو فيها تستخدميه في اي حاجة يعني شوربة كده، بيبقى جميل قوي. والفرخة استوت معايا وكده بقت جاهزة للتقديم. غرفت معاها الخضار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لايك حلو كده واشتراك في القناة، والقاكم